السلام عليكم. النهارده او دلوقتي عايز اتكلم في حاجه مهمه قوي، وخاصه انها بقى لها فتره شغاله، يعني اللي هو موضوع الضرائب اللي ترامب فرضها على الصادرات الواردات من الدول الاخرى. وطبعا في كلام كتير الناس عماله تتكلم فيه ان هو ده هيأثر على الاقتصاد المصري. زي طبعا هو هيأثر، مش هيأثر يعني، بس التأثير مش هيبقى بسبب الضرائب اللي هو فرضها، لأن الضرائب دي المفروض ما تأثرش علينا في الأسعار في شيء. ليه؟ لأن هو فرضها على الناس اللي عنده، اللي بيستوردوا، يعني الحاجات اللي احنا بنبيعها لهم واحنا اوريدي عاملين عليهم ضرائب. يعني هم الحاجات اللي احنا بنستوردها من عندهم هم معموله اوريدي عليها بضرائب، وضرائب كتير. في حاجات طبعا بتوصل يعني 300%، وفي حاجات 20%، في حاجات 30%، ايا كان يعني النسبه اللي احنا بنفرضها عليهم. بس هو فارض على الصادرات بتاعتنا 10% ضرائب. ده ما يأثرش علينا احنا، لان التاجر المصري او الشركه المصريه اللي بتصدر ما بتدفعش حاجه. هي برضو بتصدر بنفس الثمن اللي هي كانت بتصدر بيه قبل كده، بنفس الطريقه، بنفس كل حاجه. اللي هتاثر عليه، المفروض ان الموضوع ده ياثر على المواطن الامريكي. ليه؟ لان الحاجات اللي هو بيجيبها من بره، زي من مصر، من الصين، من ايا كانت الدوله، هي دي اللي هيفرض عليها ضرائب، والشركه الامريكيه هي اللي هتدفع الضرائب دي، فهتحملها على المواطن الامريكي. ماشي. المشكله بقى هنا ان في ناس كتيرة ابتدت تتكلم على ان الموضوع ده هيغلي الاسعار هنا في مصر. انا عايز افهم ليه. هو في الاسعار دي تتاثر، او المشكله دي تتاثر علينا مش بسبب الضرايب بس، لكن في حاله ان هو عمل اللي هو كان بيتكلم فيه من كام يوم، اللي هو خفض سعر الدولار، او اللي هو عنده هو بالنسبه للعائد الدولار الامريكي، ان هو يخفض قيمه الدولار. بس غير كده الضرائب اللي هو عاملها دي ما تاثرش علينا. طبعا التجار هنا في مصر اوريدي ابتدوا يتكلموا، حتى على ما اعتقد كان استاذ عمرو اديب كان يتكلم عليها في حلقه من الحلقات بتاعته من كام يوم، ان الحاجه هتغلى ومش هتغلى، والتجار هيغلوا ومش هيغلوا. طب انا هنا السؤال، ليه انت هتغلي ليه؟ هنا برضو انا عايز اتكلم في الحته اللي هي بتاعت الرقابه على التجار من الحكومه المصريه. انا عارف ان انا ساعات كتيره بطلع بقول بحمل الحكومه حاجات كتيره، بس هو ده عشان هو ده دورهم. ده اول حاجه. تاني حاجه، لان في تجار كتير مالهمش منافس في مصر بسبب، مش عايز اخش في اسباب كتيره، وممارسات الحكومه عملتها من زمان، كانت ماشيه عليها من زمان، من التسعينات. لكن دلوقتي عدم وجود منافسين لشركات كتيره ادت لان في شركات بتعمل اللي هي عايزاه بدون اي مراجعه. فهنا لازم الحكومه هي اللي تقوم بدورها، وان هي تراقب الناس دي، لان لو فضلوا كده هيحصل كارثه في مصر زياده على اللي حاصله اوريدي، ان هي المشاكل الاقتصاديه اللي حاصله والاسعار والكلام ده كله. فزياده على كده هيحصل مشاكل اكتر. فلازم الحكومه تشوف شغلها وتمسك الناس دي اللي هي اوريدي من دلوقتي ابتدوا على الكلام في ان زياده الاسعار بدون ما يبقى في سبب اساسا ان هم يزودوا السعر. واتمنى ان التجار طبعا الله اعلم هيسمعوا الكلام ولا لا، ولا اي حد، ولا كلامي ده اساسا هيوصل ولا لا. انا بس زي ما انا دايما بقول، انا مش بتكلم هنا بنصح انا بفضفض، بتكلم في الحاجات اللي بتيجي في مخي مش اكتر. يعني الكلام اللي انا بفكر فيه بقوله مش اكتر. اتمنى ان الحكومه ياخدوا موقف المره دي، لان كده الموضوع عدى الاستهبال، وربنا يستر علينا. في الاخر قبل ما اقفل، في حاجه عايز اقولها، على ربنا يفك الكرب عن الفلسطينيين. وفي احد الناس اللي انا بتابعهم، هو في الكوره بس، اسمه اسلام علوي. اتمنى ان هو يعني ربنا يعوض عليه في موضوع الفيسبوك، لان هو اتقفل له الصفحه بتاعته بسبب ان هو حط دعاء لاخواتنا في فلسطين. فاولا هو قال ان هو هيبطل يطلع على الفيسبوك، لان هم بسبب العنصريه اللي هم فيها، وانا اؤيده جدا طبعا. انا ما عامه ما بطلع، انا عندي الصفحه الشخصيه بتاعت الفيسبوك، انا بس بعمل شير للفيديوهات بتاعتي اللي على اليوتيوب على الفيسبوك، بس انا ما بعملش حاجه على الفيسبوك خاصه يعني.
فبضم صوتي لصوته، وإن شاء الله ربنا يفك الكرب عن إخواتنا في فلسطين ويخسف بإخواتنا البعدة دول الأرض إن شاء الله. وأتمنى إن أنتوا كلكم تدعوا لإخواتنا، ويعني ربنا يسامحنا إن لا نملك إلا الدعاء. السلام عليكم.